السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم فيديو جديد وغنديروا واحد الحليوه ديال البوق اللي سهله، مقادير بسيطه وكتحط واحد الكميه زوينه وكتجي لذيذه. الاهم انها كتجي لذيذه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. لاول مره كتشوف القناه ديالي ما تنسانيش من لايك وتخلي لي تعليق زوين. في المقادير عندي واحد نص رابعه ديال الزبده اللي هي 125 غرام، مع قبيصه ديال الملحه، عندي بيضه وحده، 2 معالق كبار ديال النشا. وهاد النشا ضروري ما ديروه حيت هي اللي كتعطينا الهشاشه لهاد الحلوه. عندي هنا قشور ديال واحد الحامضه كبيره، يعني كنكهه اللي بغى يبدل مذاق نكهه الحامض يدير الفاني. عندي كاس ديال الزيت وكاس ديال سكر سنيده. عندي 400 غرام ديال الدقيق، يعني العبار مضبوط. واحد القصريه كنديروا ديك نص ربعه الزبده، قبيصه الملحه، مع كاس ديال سنيده. كنمعكو ديك الزبده مزيان مع سنيده حتى كتدخل لينا سنيده في الزبده. صافي كنضيفوا داك الكاس ديال الزيت وعاودوا نخدموها من جديد. كنضيفوا ديك البيضه، يعني كل مكون ضفناه خاصنا نخدموه. شحال ما خدمنا الخليط من الاول مزيان شحال ما كتجينا الحلوه هشيشه. غادي نضيفوا داك القشور ديال الحامض، نضيفوا النشا، صافي. وغادي نبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه، يعني راه ضروري من هاد 2 معالق كبار ديال النشا حيت ما فيهاش الخميره، هي اللي كتعطينا يعني كتجينا هشيشه الحلوه بهاد النشا. صافي كنبداو نضيفوا كيف قلت لكم الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين، يعني ما غندلكوهاش، غادي نجمعها غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا حتى تجمع لينا العجين. كيف قلت لكم راه زادت ليا 400 غرام ديال الدقيق. صافي بعد ما جمعتها كيف ما شفتوا، يعني غير كنجمع ما كندلكها ما حتى شي حاجه، خاصها تكون رطبه في القوام ديالها، ما تكونش قاصحه باش تخرج لينا من البوق. صافي كناخذوا البوق عادي، اي بوق كتخدموا به. كناخذوا الكميه ديال العجينه وكنبداو نخرجوا هكا كيف ما شفتوا في لا فيديو. صافي بعد ما كملتها كامله كناخذ يعني واحد المغرفه، يعني من التحت ديالها هي باش كندير ثقوب، ممكن ديروا غير بصبعكم. كندير ثقبه في الوسط. صافي كنكون شعلت الفران، كنخشيها من التحت حتى كتحمر ليا من التحت، وعاد نشعلها من الفوق باش تاخذ اللون ديالها. ندوزو باش نديرو التعليكه اللي غنديرو في ديك الحفيره. كناخذ 2 معالق كبار ديال الكونفيتير ديال الفريز، ممكن تعوضوه بالمشماش، وغنضيف ليه معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغنديرهم فوق البوطه. وغادي نزيد عليهم النكهه ديال الفرامبواز اختياريه، هذه اللي ما عندوش بلا ما يديرها. غندير كلشي فوق البوطه حتى كتعلك ليا ديك هذيك كتولي بحال التعليكه. صافي كنحيدها، يعني ما كتفوتش واحد 3 دقائق. وهذه هي الحلوه ديالي بعد ما خرجتها من الفران محمره كيف ما شفتوا، ما كيتغيرش لها الشكل ديالها نهائيا. صافي كناخذ ديك التعليكه اللي صايبت معكم وكنعمر بهم دوك الحفيرات.
وهذه هي الحلوه ديالنا بعد ما كملتها كامله بالتزيين كيف ما شفتوا كتجي على هذا الشكل. غادي نقدمها معكم في طبق التقديم. نتمنىكم البنات تجربوها، كتجي لذيذه وكتجي هشيشه وسهله في التحضير، مقادير بسيطه. ولاول مره كتشوف القناه ديالي ما تنسانيش من لايك والتعليق الزوين ديالكم.